أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم موضوع للنقاش. حلقة النهاردة من قرية دمنطيط، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، في ضيافة الحاج محمد حسين. محمد حسني. حلقة النهاردة عن مواطن مصري اشتغل أزيد من 15 سنة في السعودية. طبعا في ألفة ما بين الشعب المصري والشعب السعودي، وفي علاقات دبلوماسية وعلاقات عمل واقتصاد، وعمال بتسافر تشتغل هناك وعمال بتيجي تشتغل هنا. يعني في ود وأخوة ما بين الشعبين. ولكن الحاج محمد واجه أحد المواطنين السعوديين اللي حصل معاه في خلافات وفي قواضي وفي مشاكل أو خلافات مادية ما بينه وما بين المواطن السعودي. الخلافات ديت سلسلة طويلة من المواقف والأزمات وكلام كتير نقدر نقوله، لأن 15 سنة شغل هناك. ولكن في النهاية الخلافات دي أدت إلى وقوع الحاج محمد في قضايا هنا وفي السعودية. عايزين نتكلم مع الحاج محمد على القواضي اللي هو اتعرض لها هنا في مصر، القواضي اللي هي بتواجهه حاليا في مصر. القضايا اللي موجودة في مصر ايه هي؟ هو دلوقتي يا استاذ عامر حضرتك الاخ سليمان اللي هو السعودي، انا كنت نقلت كفاله عليه، واثناء ما نقلت كفاله عليه حضرتك كان سأل عنه وكده، وتطرقت المواضيع. كنت انا اول ما نقلت عليه كفاله قعدت تقريبا عليه شهر، وبعدين جيت نزلت مصر اجازه. قال لي انا مريض سكر وعايز انزل معاك مصر بالتفصيل يعني، وتشوف له دكتور كويس. قلت له تعالى اتفضل. المهم جه معايا مصر هنا في سبيل ان هو هيكشف ويقعد معايا زياره يومين، اهلا وسهلا. فطبعا واحنا هنا في مصر هنا خدته عند جماعه قرايبي، يعني احنا بلد ارياف وزراعه، بعرفه يعني بمشيه يعني فسحه يعني وكده. فقلت له ده ارض جدي يعني وكده، ابو والدتي. فقال له طب تمام، ايه رايك لو نعمل مصالح هنا على الارض ونشغل الشباب والعيله والكل يستفيد؟ قلت له والله اللي انت عايزه براحتك، احنا خدامينك يعني. فبعد ما رجع اجازه، هو سافر قبل مني وكشف وتحاليل وجبنا له علاج وظبطناه ورجع السعوديه. فقال لي انا عايز نشوف كده نفتح ايه مشروع في مصر انا وانت، ونترزق الله ونصرف على الغلابه والمساكين وكده. قلت له يا عم وماله، ربنا يبارك فيك واحنا معاك. فجينا يا استاذ عامر بعد ما انشأنا المصنع. مصنع ملابس؟ مصنع احذيه. مصنع احذيه طبعا بعد ما جينا اشتغلنا في المبنى الاول انا والسعودي، وجيت سافرت انا وهو الصين، جبنا اكسسوارات اللي هي الساعات والتبكات. يعني بعد المصنع الموضوع تطور معاهم؟ قبل المصنع كان هو قال لي انا معايا مبلغ حوالي 150,000 ريال هنبني. قلت له لا، بدل ما لو عايز تبني بقى ايه نروح الصين نجيب بضاعه واللي هنكسبه بدل ما 150,000 يروحوا ايه نشغل بهم المصنع. تمام. وبالفعل ده اللي حصل. سافرنا الصين ورحنا جبنا البضاعه انا وهو، ومتفقين ان نص ونص في الربح. قلت له احنا هنشغل المصنع دلوقتي وبعد كده ايه نقعد نتحاسب، بس عوزت مصاريف ليا لبيتي ايه اخد. قال لي ايه خلاص عادي اللي انت عايزه. جينا بعد ما انشأنا المصنع وبدأنا نشتغل، واخد بالك، قلت له انا عايز ورقه اضمن حقي وحق عيالي. قال لي ورقه مش هتنفع، انت عارف ممكن تحصل لي مشاكل ليا انا وانت بسبب الورقه. قلت له طب اضمن حقي ازاي؟ معلش. قال لي هنا البضائع بتاعت الصين تحت ايدي والمصنع في مصر. ياخد شغله في السعوديه. ويا عم محمد هنا ضمان حقه في السعوديه المصنع اللي موجود في مصر. فجينا يا استاذ عامر اشتغلنا على كده والحمد لله. ولسه في اول شهر قابلتنا عقوبات في المكنه بتاعت الحقن والاستنباط.
كنا عاملين عند واحد أردني الله يرحمه يجوز عليه الرحمة. بعد ما جينا نشغل المكنة يا أستاذ عامر طلع مشاكل في المكنة وفي الاستنباط. طيب هات يا عم سليمان العقد بتاع الراجل. قال لك ده ما معيش عقد ولا معايا ورقة للمكنة. طب يا عم ازاي؟ قال لك هو كده. فالفترة ديت أنا كنت في مصر موجود هنا، رحنا كلمنا الأردني الله يرحمه. هو توفى في فترة كورونا، أول ما كورونا جت على طول جات له كورونا والله يرحمه يجوز على الرحمة. يا أبو عبده بعد إذنك المكنة فيها عيوب وإحنا جبنا مهندسين وعايزين نصلح المكنة دي بعد إذنك، إحنا لسه المكنة ما اشتغلناش عليها. قال لك طب أنا هبعت ابني ويجي يشوف لك إيه اللي فيها وإيه نصلح العيوب بتاعة الصناعة بتاعتنا دي مننا إحنا. فبدأ إن هو يماطل معانا اللي هو الأردني. فجينا رفعنا عليه إيه؟ قضية بالحوالات اللي هي متحولة عليها. يا دوبك احنا رفعنا على القضية شهر والتاني في بداية كورونا جات له كورونا الله يرحمه توفى. واخد بال حضرتك؟ رجعت انا بقى للمصنع قال لي انا هجيب واحد من بلبيس صديق يمسك الايه؟ المصنع وكده طالما انت مش عايز تمسك المصنع وتقعد في مصر. قلت له يا عم لا انا هناك في المؤسسة عشان المصنع هيحتاج فلوس في الاول وضخ ومفيش حد معاك ايه؟ يدفع فلوس هناك. قال لي انا لازم انا اللي اجيب فلوس وايه ونشغل المصنع. قال له خلاص تمام. رجعت طبعا السعوديه نبعت فلوس للجماعه هنا في مصر. شغل يطلع ما فيش شغل. هو كان ليه طبعا قرايبه هنا في مصر بيديروا المصنع، كانوا يبعتوا لهم حوالات فلوس من السعوديه، ولكن لما نزل مصر فوجئ بان قرايبه او الناس اللي هي كانت بتدير المصنع هنا نقلوا جميع ممتلكات المصنع من مكن من الفواتير كل حاجه، يعني نقلوا كل حاجه باسمهم او بقى لا كل حاجه في المصنع مكتوبه باسم ناس تخص هم قرايبه يعني من العيله بتاعته يعني. ودي خيانه من اهل عيلته. طبعا تدورت الموضوع الى مشاكل وخلافات قضائيه انتهت فعلا بقعده عرفيه هنا من القريه بكل واحد خد حقه وتفضت المشاكل الخاصه بيهم هنا كعيله. ولكن المشكله في السعوديه القواضي السعودي رفعها عليك. ايوه بعد ما خلصت مع الجماعه قرايب المشكله قلت له طبعا انا هرجع السعوديه هنقل الكفاله والله يسهل لك ويسهل. بس قال لي تمام بستشهد بالشيخ رامي هو اللي بيستلم المصنع والمعدات بالمسمار منه. قلت له من عندي والعندي هات اللي انت عايزه. جاب الراجل وعملنا القعده والراجل حاسبني يعني بعد ما صفى عيلته بيسلم السعودي حقه في المصنع يعني هو بعد ما خلص مشكلته مع العيله بيسلم السعودي وجاب حد هنا اسمه الشيخ رامي. هو السعودي ده مصري. السعودي اللي اختار ده مصري. السعودي فوضه ان هو يستلم حقه في المصنع والحاج محمد سلمه كل ما يخص السعودي من المصنع. بعد ما سلمته وكل حاجه وتمام قال لي طب اقعد ايه مع الشيخ رامي. قلت له لا انا مش قاعد مع حد، انا هرجع السعوديه البضاعه اللي ليا اخدها والله يسهلك ويسهل. احنا دخلت بيتي كلت عيش وملح واحنا ما بنحبش ايه الا اصلنا معانا. والله يسهل لك ويسهل لي وانت حاجتك استلمتها في مصر وقلت الحمد لله ايه كده انا مطمن على حاجه. انا ارجع السعوديه البضاعه اللي جت من الصين اديها لي ابيعها وشوف انت بعت ايه ونتقسم بما يرضي الله. وكان في محل انا دافع فيه فلوس اديني حقي بما يرضي الله والله يسهل لك ويسهل. قال خلاص. بعد ما رجعت السعوديه واخد بالك يا استاذ عامر قلت له انا عايز انقل الكفاله. احنا في مصر خلصنا كل حاجه وقعدت الناس واحنا كده حبايب واخوات. قال لك لا انت ناقل كفاله ولا انت شايف اهلك لو جلست هنا 100 سنه. طبعا بعد ما مضاه على مستندات هناك في السعوديه تدينه ومع العلم تدين بردك السعودي يعني المستندات اللي موجوده او اللي تم توقيعها داخل السعوديه من قبل الحاج محمد اللي هو وقع عليه بقوه السلاح بتشهير السلاح عليه هو واولاده. المستندات اللي تم توقيعها تدين الاثنين يعني عشان يجبر عم محمد انه يشتغل معاه وفي نفس الوقت يبقى تحت سيطرته وما يقدرش يخليه ينزل مصر الا بارادته هو. فجينا يا استاذ عامر حضرتك دخلنا في مشاكل. قعدت تقريبا سنه و3 شهور في مشاكل كبيره وعملنا قعدات عرفيه هناك
ناس حكمت لي هناك في القعده، قالوا يا عم احنا ايه، لو انت هتاخد المصنع هيسيب لك 200,000 مقابل شغلك والبضاعه اللي انتوا جبتوها من نصين سوا. قلت لهم يا عم واني موافق مرضي بال 200,000. فيوم عرضوا عليه الامر، يا سيد ابو صالح الامر كذا كذا، واحنا عارفين الراجل انتوا سافرتوا الصين وجبتوا بضاعه ومحل وشغل معاك، مش هنقول 450 زي ما الراجل بيقول له 450,000. خالف طبعا، خالف كل الاعداد الارقام اللي كانت موجوده هناك. والحاج محمد اضطر ان هو ينزل مصر بشكل غير مشوني من هناك، هم اللي ماشييني. في مصر لما نزل خلاص هو استعوض ربنا في فلوسه من هناك او هنا، فوجئ ان في قواضي مرفوعه عليه. القواضي اللي تم رفعها، رفع علي قضيه بعد ما استلم المصنع، وحضرتك المستندات هي وموقع عليها والمحامي موقع عليها والشهود موقعين عليها، واستلم المصنع وخد الماكينات. عندي واحد اسمه الشيخ غريب في بلبيس نقل محتويات المصنع كلها، ومعايا الاستدلالات موجوده على التليفون وكل حاجه حضرتك. فوجئت بعد ما استلم المصنع واستلم كل حاجه قواضي مرفوع عليا بمصنع عايز استلم. طلبت استلام مصنع مع انه مستلم وماضي عليه. مستلم المصنع وموقع عليه هو والشهود والمحامي نفسه موقع. تمام. طيب واتفاجئت تاني رفع عليا صار الامر في السعوديه ب 450,000 ب 485,000 ريال سعودي. ده من ضمن المستندات اللي تم توقيعها بقوه السلاح. اللي وقعها لي بالقوه وحضرتك، وكان اول مره خالص. في ادله، في ادله عندي، في اثباتات عندي. في اثباتات عندي حضرتك، اثباتات قاطعه ما فيش فيها كلام. تمام. ولو اتمنى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياده النائب العام وسياده الامير المحترم الامير محمد بن سلمان والامير الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، احنا قعدنا عندكم 14 سنه داخل السعوديه بادب وباحترام، وصفحتي حضرتك موجوده على اليوتيوب باسم محمد حسني، موجوده الداعم الاول للمملكه العربيه السعوديه، ناس محترمين، والشعب السعودي اكرم شعب انا شفته. انا مش عايز حاجه من السعوديه الحمد لله، انا في بلدي مسطور الحمد لله، بس يسيبوني في حالي. يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انا عايز حقي بعد اذنك، لان انا اللي اتعمل فيا ده بسبب حب البلدي. واللي مشارك السعودي محمود امام، حضرتك اسال في المخابرات المصريه، وانا عايز اجي لحضرتك من دلوقتي حالا اجيلك. القواضي الثانيه رفع علي قضيه المصنع ان هو ما استلمش مصانع ومستلم حاجته، والشهود دخلوا لسياده القاضي في محكمه متغمر يا استاذ عامر، ودخلوا اقروا قدام القاضي حتى صاحب المصنع اللي احنا مأجرين المصنع في بيته. يا سياده القاضي اقسم بالله انا مسلم السعودي المصنع بالمسمار، والراجل دوت ما خدش اي حاجه والسعودي مستلم حاجته. القاضي احال الدعوه حجز الحكم خلط رفض. القضيه الثانيه رفع علي سند الامر في السعوديه ان انا عندي له 485,000 ريال. القضيه الثالثه رفع علي طبعا اثناء الفتره اللي انا قعدتها في مصر يا استاذ عامر حوالات تقريبا 33,000 دولار. انا باعت له شغل مستلمه مني 14,642 جوز شبشب. بعتهم من مصر هناك. وعلى نظام سابق داخلين عليه، والشركه اللي مستلمه مني الشغل موجوده. هو اشتكى بايه؟ انه ما استلمش؟ اشتكى انه هو بقى مصنع بقى، هو اشتكى بكل حاجه يا استاذ عامر. ان هو ما استلمش البضاعه. ان هو لا استلم مكن ولا بضاعه ولا حاجه، يعني حاجه ربنا سبحانه وتعالى. يا سيد ابو صالح انت ربنا سبحانه وتعالى في سنه شهر 3/2021 قلت لك قدام القعده العرفيه اقسم على كتاب ربنا قدام محمود والسوري في مكتبك ان انت قايل لي لك النص يا ابو زياد في اي شغل انا وانت، وقلت مالكش عنده نص، قلت لك حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا سايبك لوجه الله وخاطر ابنك المريض. الحمد لله ربنا وراني وانا على الدنيا، والشيخ محمد العجلان ربنا يبارك له بيعك محلاتك وما تملك في المزاد العلني، لانك انت قبلت الحرام على نفسك وخنت العيش والملح، وانت تسيء لنفسك ما تسيئش للسعوديه. السعوديين على تواصل معايا وقالوا لي يا ابو زياد انت ربنا كرمك وخلصت حقك من الراجل اللي ظلمك. فديت ربنا سبحانه وتعالى برد ناري.
بس هو حضرتك مش عايز يسيبني في حالي يا استاذ عامر، واتفاجئ ان في ناس في مصر هنا ومن بلدي بيساعدوه. واخد بال حضرتك؟ يعني قضيه المصنع ديت بعد ما خدت الشهود والورقه اللي الشهود موقعين عليها ودخلنا للقاضي جلسه تحقيق، والقضيه خلاص اتحجزت للحكم والقضيه خدت رفض، المفروض ان هرفع تعويض. اتفاجئت بعدها المحامي بتاعه رجع بعت ورقه كده انه طالب بتسليم المصنع والمعدات. خلاص لما خلص المهم الورقه جات لي، انا طبعا ايه المحامي يعني اعاد رفع الدعوه من جديد. اعاد رفع الدعوه من جديد. لا جالي انذار على بيتي يا استاذ عامر ان انا استلمت ان في جلسات ولا في حاجه، ولا اعرف اي حاجه. اتفاجئت من حوالي اسبوع تقريبا او 10 ايام ان جالي ورقه مطالبه من المحكمه ب 125,000 جنيه. وريتها للمحامي بتاعي، يا استاذ احمد في ورقه جالي من المحكمه بتقول لي بتاعت ايه دي؟ قضيه 84 دي. فراح طبعا استعلم قال لي قضيه المصنع. قلت له ازاي يا ابني مصنع ايه ده؟ القضيه خدت رفض ولا جالي حتى رفعوا قضيه من جديد وخدت حكم. وخدت حكم وانا ما اعرفش حاجه، ولا انذار جالي على البيت، ولا حتى ان اخلي المحامي يروح او نشوف الشهود تاني او طبعا بيبقى في اجراءات قانونيه بيتم اتخاذها. هو لا استلم، وهنرفع طبعا الاعلانات اللي تم التوقيع عليها ديت، نشوف مين اللي استلم الاعلانات نيابه عنه او ايه اللي مكتوب في قلب الاعلانات ديت. في اجراءات قانونيه طبعا لازم تتفتح القضيه دي من جديد ليثبت براءته، لان كده القضيه تم رفعها قبل كده واتحفظت. يعني صوره من الدعوه اللي تم حفظها لو اتقدمت للقاضي او اتقدمت لاي مسؤول هتحفظ القضيه او تثبت ان تم رفع الدعوه دي قبل كده واتحفظت وما خدتش اي احكام واتثبتت براءته فيها. كل ما في الموضوع ان هو فوجئ باحكام هو لا يعلم عنها شيء، فوجئ باتعاب محاماه ومصاريف محكمه هو لا يعلم عنها شيء. تمام؟ رسالتك ايه لكل مسؤول ماسك القضيه بتاعتك او ليه علاقه بالقضيه اللي تخصك؟ رسالتي اولا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدنا وربنا يحفظه ويبارك فيه. دي كرامتي عنده هو الاول، حقي في رقبته قدام ربنا وفي رقبه النائب العام، في رقبه كل مصري مسؤول. معايا استدلالات قاطعه يا استاذ عامر، مش كلام ولا بتبلى عليه، معايا اثباتات قاطعه بحقي وبلسان السعودي نفسه. رسالتك للسعوديه او المسؤولين في السعوديه؟ رسالتي للمسؤولين في السعوديه يتكرموا، تحقيق يتفتح معايا في السفاره، انا تحت امركم. انا بس بطالب بحقي. 15 سنه يروحوا من عمري واللي دباته هناك يجي ياخدوا مني، وبعد كده يجي يشتكي لي كمان ياخد حقي في بلدي كمان. طب ده ما يرضيش ربنا اهل السعوديه. رسالتك لكل عامل بيشتغل في السعوديه، كل مصري بيشتغل. رسالتي لكل مصري خلي بالك من نفسك وخليك محترم وخليك في حالك. السعوديه، الشعب السعودي يا استاذ عامر ناس قمه الادب وقمه الاحترام. حضرتك بس خلي بالك من الاجراءات، من الاوراق اللي انت بتمضيها. خلي بالك من اوراق. اوعى تمضي لحد على ورقه. اوعى تمضي لحد على ورقه. اوعى تمضي لحد على ورقه. فرسالة الشعب السعودي على دماغه شعب طيب ومضياف وناس عسل، من شرطة لقضاء لمرور، كانوا بيقابلوا الواحد قمة الأدب والاحترام والضحك وأحلى أيام صراحة عمري قضيتها في السعودية. بس أنا مشكلتي مع شخص ما يمسش إلا نفسه. الشخص ده ما يمسش إلا نفسه. شخص سعودي أخطأ، كل من يخطئ لابد وأن يحاسب. الشعب السعودية والقضاء السعودي المسؤولين في السعوديين معروفين بنزاهتهم. يعني السعوديه من ضمن الدول اللي هي قانونها حازم قوي، قانونها يعني بنفتخر بانهم دوله عربيه، وبنفتخر طبعا انها بلد الحرمين. اعزائي المشاهدين، في اجراءات قانونيه هتتم طبعا في القواضي اللي موجوده. احنا عندنا دلوقتي 3 قواضي موجوده مع عم محمد، هيتم اتخاذ اجراءات قانونيه. في نهاية البرنامج أوجه الشكر لكل السادة المشاهدين. شكرا لحسن الاستماع.